السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات تعليم الخط العربي. معنا وليد محمد وهبة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أدوات التشكيل وضوابط الحروف. طيب، ضوابط الحروف يا جماعة اللي هي بتعتبر بالظبط أدي النقطة، تبقى النقطة اللي هي بتبين النون أو بتبين الب، وادي النقطتين اللي بتبين الياء أو بتبين التاء. وممكن نحط النقطتين كمان جنب فوق بعض، يعني ممكن جنب بعض كده في خط النسخ، وفي نفس الوقت ممكن نحطهم فوق بعض. تمام، يبقى هما بيتحطوا فوق كده. التلات نقط اللي هما بيبين الس والشين، ممكن تحطهم بعيد عن بعض وممكن تلزقهم في بعض بالمنظر ده. تمام. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى ادوات التشكيل. ادوات التشكيل، لو انا خدت شرطة صغيرة كده بميل اهو، بميل فيها كده، الشرطة دي بتبقى مسافتها 3 نقط اهو، بمسافة القلم اللي انت بتكتب بيه. والقلم بتاعك مادام قلم عادي يبقى انت بتسيب نقطة ما بين كل نقطة ونقطة. دي بتبقى فتحة، بنسميها لو هي جت فوق الحرف تبقى فتحة، لو جت تحت الحرف تبقى كسرة. تمام. عندك لو هي طويلة شوية كده، ده في خط النسخ يا جماعة، تبقى فتحة بس، ما تبقاش كسرة. تبقى يعني ما فيش كسرة طويلة بالمنظر ده. هي الكسرة بتبقى صغيرة بس، لو اتعملت صغيرة كده تحت الحرف تبقى كسرة، لو اتعملت فوق الحرف تبقى فتحة، لو اتعملت طويلة كده تبقى فتحة بس. طيب، لو اتعملت هنا كده بالمنظر ده 2 تحت بعض، يبقى او ممكن يبقى تنوين فتحتين، او تبقى ايه، كسرتين. يبقى هنا دي فتحة او كسرة، ودي فتحة بس، ودي فتحتين او كسرتين. طب لو اتعملت طويلة 2 طوال كده، يبقى فتحتين، يبقى دول فتحتين. تمام. وهنا دي ممكن يبقوا فتحتين او كسرتين. او كسرتين. تمام. طيب لو العلامة دي او العلامة دي اسمها سكون، دي سكون تحط فوق الحرف. تمام. طيب العلامة اللي عاملة زي الواو دي، احنا بنسميها نصها واو ونصها ر، لان النص بتاعها اللي فوق ده الراس بتاعها شكل الواو، اما الشدة دي شكل الر، فاحنا بنسميها الراس راس الواو والجسم بتاعها جسم الر. دي بنسميها ضمة. تمام. طب لو جت بالمنظر ده، او جت بالمنظر ده، او جت بالمنظر ده، دي ضمتين ودي ضمتين ودي ضمتين. المنظر ده اهو، المنظر ده كده زي الهاء كده، ضمتين جنب بعض كده، او الضمتين في المنظر دي ضمتين او ضمتين او ضمتين. تمام. نيجي بقى مثلا على الهمزات. الهمزة دي كده لو اتعمل بالمنظر كده، دي همزة قطع، همزة قطع. طيب لو كده وصل، همزة وصل. طب دي، ما دي شبه دي، لأ دي حاجة، دي كأنها رقم 2 أو رقم 5 بس مفتوح، والشدة دي كده، ودي خط ثم رجوع، ثم رجوع في نفس في الاتجاه الآخر بالمنظر ده. دي اسمها شدة، إشارة كاف، دي عشان الكاف اللي هي إشارة الكاف. ودي كده شدة بالمنظر ده كده، شدة.
تحط فوق الحرف. طب العلامة دي اللي عاملة زي الواحد دي اسمها مد قصير. كده انت تمد في الكلمة او تمد زي السماوات، تمد فيها مد قصير، مد قصير. تمام. طب لو جت بالمنظر ده، بصوا كده او كده، كده او كده، ده مد طويل، بتمد في الكلمة بتاعتك مد طويل. مفيش نماذج دلوقتي بس ان شاء الله هديكم نماذج. تمام. طب لو احنا بنشوف الحركة اللي هي نص النون دي كده، وبنشوف برضك الهاء دي، وبنشوف الهاء بالمنظر ده كده، دي ايه؟ دي حليات بنحلي بيها منظر مكان فاضي، ممكن نحط فيها اللي هي النون والهاء كأنك بتكتب كلمة هي. دي حلية بتحلي بيها. وبرضك في من ضمن الحليات برضك الميم، ممكن تنزل ميم. برضك ممكن تعمل عين بالمنظر ده كده، او تعملها كده. ممكن تعمل صوت كأنك في خط الفارسي اهو، كأنك بتكتب صاد ر. وممكن سين ر فارسي. كل دي حليات. ممكن الميم، الحاء بالمنظر ده كده، العين كده. كل دي حليات بتتحط على الحروف. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وارجو انكم تشتركوا في القناة لو حسيتوا ان المحتوى ان شاء الله باذن الله يعجبكم. كان معكم وليد محمد وهبة، واشتراككم في القناة شرف كبير ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.